بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج ترتيش الكورة وحديث عن صفقات النادي المصري. النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بيواصل تدعيم صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وده علشان الموسم الجديد ينافسوا بقوة على البطولات، بطولة الدوري، بطولة كأس مصر، بطولة كأس الرابطة، وإن هم يحاولوا ينافسوا على المربع الذهبي بكل قوة عشان يشاركوا في البطولة الأفريقية. كامل ابو علي بالتنسيق مع كابتن علي ماهر المدير الفني الجديد للنادي المصري عايزين يدعموا بعض المراكز اللي فيها نواقص في الفريق الاول للنادي المصري، زي الباك اليمين، خط الدفاع، وكمان مركز الجناح اليمين والجناح الشمال، وده بعد اصابه عبد الرحيم دخموم بالرباط الصليبي خلال مباراه الاهلي الاخيره في بطوله كاس مصر، واللي الاهلي كسب فيها المصري بهدفين مقابل هدف. ونجح النادي المصري لغاية دلوقتي في التعاقد مع 7 لعيبة: يوسف الجوهري قادما من فريق المقاولون العرب، ومحمد الشامي بعد نهاية عقده مع النادي الإسماعيلي، سمير فكري من نادي الداخلية، ميدو جابر من فريق سيراميكا كليوباترا، باهر المحمدي من النادي الإسماعيلي، أحمد أيمن منصور بعد نهاية عقده مع فريق بيراميدز، وأخيرا أحمد عيد بعد انتهاء عرضه مع فريق إنبي. وكان المفروض ان هو هيروح نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك عنده ايقاف قيد، ونادي انبي ما فعلش بند الشراء. خلينا نتكلم عن تفاصيل انتقال احمد عيد للنادي المصري. دكتور محمد موسى رئيس مجلس اداره النادي المصري راح يستأذن مستر كامل ابو علي في بدء التفاوض مع احمد عيد بعد نهايه عرضه مع نادي انبي. نادي انبي ما فعلش بند الشراء، ونادي الزمالك موقوف قيد، فبالتالي اللاعب لا اتأيد هنا ولا اتأيد هنا. كامل ابو علي طلب من عضو مجلس الاداره انه يستأذن الكابتن علي ماهر اولا. الكابتن علي ماهر رحب جدا باللاعب. دكتور محمد موسى راح على طول اتحاد الكرة يستفسر عن اللاعب. اتحاد الكرة قالوا له ان اللاعب فري، مش مقيد في اي نادي، ومن حق النادي المصري التعاقد معه. وبالفعل اتصل باللاعب احمد عيد، واللاعب رحب جدا بالانتقال للنادي المصري. الصفقة ما خدتش 5 دقايق، وفي نفس الوقت راح قابله اللاعب في تجمع الخامس بحضور مستر كامل ابو علي ووكيل اللاعب. ووقع اللاعب احمد عيد مع النادي المصري بعقد لمدة 3 مواسم. احمد عيد بيشغل مركز الظهير الايمن، وهو احد العناصر الاساسية في المنتخب المصري الاولمبي، واللي بيستعد للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس. وعلى جانب آخر قرر مجلس إدارة النادي المصري إعارة بعض اللاعبين الشباب زي لؤي فهمي لاعب مواليد 2004، وزياد فرج، وأحمد شداد، والمهاجم محمد الظريف إلى فريق التخلية. شكرا لكم على المتابعة، وما تنساش تدعمنا ودعم الاشتراك في القناة.